خناقة على لقب نمبر 1 بعد أكتر من 25 سنة. الخلاف الفني بينهم طلع على عينك يا تاجر، وكل واحد طلع رمى للتاني اللي في قلبه. عمرو دياب قال لك أنا مكتسح اليوتيوب، وتامر ما عجبهوش الكلام وطلع قال كلنا عارفين من الأول وأرقامي من أول يوم متصدرة. خلاف بدأ من الألفينيات وطلع للعلن بسبب ترند على اليوتيوب، ورغم إن دايما كان بيحصل بينهم منافسات من تحت لتحت أو زي ما بيقولوا فتن فنية كان سببها الجمهور، إلا إن المرة دي تامر خلاها علني. يا ترى إيه اللي حصل وإيه علاقة الجمهور بالخلافات ما بينهم؟ تعالوا نعرف الحكاية. أنا مش عارف هو بيعمل كده ليه، لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل ده كان كلام تامر حسني اللي قاله من هنا، والدنيا كلها اتقلبت والخلاف بينهم طلع للعلن، والستوري دي كانت كفيلة تقلب الموازين، وبسببها رجع التوتر اللي بينهم يظهر، والمرة دي بكل صراحة ووضوح. والموضوع ما بدأش بين يوم وليلة زي ما الناس كلها بتقول، الموضوع بدأ من حوالي أكتر من 25 سنة، تحديدا بداية من الألفينات لما ظهر نجم الجيل للناس لأول مرة، وكان مكسر الدنيا بألبوماته وأغانيه وحتى أفلامه. ومن هنا بدأ الجمهور وحتى الإعلام يقارنوه بالهضبة. وقتها الناس شافت في تامر نجم الجيل اللي جاي ياخد مكان عمرو دياب، ومن وقتها الموضوع ما بقاش مجرد مقارنة فنية، وبقى معركة جماهيرية كبيرة على الاتنين. ومع كل ألبوم وأغنية تنزل لحد فيهم جمهور تامر يقولك ده نجم الجيل وعمرو راحت عليه، وجمهور الهضبة يقولك مفيش حد هيجي بعده ولا يتقارن بعمرو دياب. وخلينا متفقين ان الجمهور كان بيلعب دور اساسي في الخلافات اللي بينهم. اي اغنية جديدة، اي بوست، اي رقم على سبوتيفاي او يوتيوب يتحول لمعركة، لدرجة ان حتى الفنانين ذات نفسهم كانوا بيسيبوا تلميحات تخلي الناس تفسر وتحلل وتدخل في سكة من فيهم الافضل. بس كل ده كان في الخفاء، وما كانش فيه ولا واحد فيهم بيتكلم او بيعلق على اللي بيحصل، او بالبلدي كده كان كل واحد بيرد على التاني من تحت لتحت. بس ده لحد ما عمرو دياب نزل ستوري الالبوم بتاعه، وانه متصدر الترند بالبومه، وانه رقم 1 كالعادة، وفي السكرين ظهر تامر في المركز الرابع. هنا تامر جاب كل اللي في نفسه وطلع كتب ستوري طويلة بيدافع فيها عن لقب نمبر 1، وقال انا احترمت زمايلي ونجاحهم وما نشرتش ارقامي رغم ان البومي كان متصدر من اول يوم. بس الغريبة ان فنان كبير زي عمرو ينزل صورة توحي بغير كده ليه؟ وكأن الكلام ده ما كانش كفاية، تامر كمان نزل فيديو بيأكد فيه ان البومه لينا معاد كان رقم 1، وانه محبش يدخل في اللعبة دي لكنه اتضايق من الطريقة اللي اتعرض بيها، وختم كلامه بألف مبروك. بس النبرة كان فيها عتاب واضح، وناس كتير شافوا فيها سخرية أكتر من مجاملة. أما عمرو دياب كعادته التزم الصمت، لا رد ولا توضيح ولا حتى تلميح، وده مش جديد على الهضبة لأنه معروف إنه مش بيرد على أي حاجة مباشر، نفس اللي عمله مع شيرين زمان لما قالت راحت عليه، وساعتها رد بفيديو من الجيم من غير ما ينطق بكلمة، ولكن الرسالة كانت واضحة. ورغم إن الاتنين دايما بيحاولوا يظهروا إن مفيش مشاكل، بس الحقيقة إن الخلاف موجود وجمهورهم بيغذيه يوم بعد يوم. كل ألبوم جديد بيتحول لساحة، مين ترند اكتر، مين متصدر. لقائهم في فرح سنة 2023 كان عامل زي هدنة مؤقتة، الناس قالت خلاص الدنيا اتحلت، لكن اللي حصل في صيف 2025 بيأكد ان القصة دي لسه فيها فصول جاية. اللي بيحبوا تامر شايفين انه اتظلم وانه احق بالصدارة، واللي بيحبوا عمرو شايفين انه النجم اللي محدش يقدر يقرب من مكانته. بس يا ترى الخلاف ده بقى هينتهي على كده، ولا الهضبة هيلتزم الصمت وهيكتفي بالترند، ولا هيغير القاعدة وهيطلع يرد؟ شاركنا برأيك في التعليقات.